سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم. الثلوج تحاصر تجمعات سكنية ضواحي ورزازات ودعوات للتدخل. أطلقت ساكنة عدد من الدواوير القروية على مستوى إقليم ورزازات اليوم نداءات من أجل التدخل بشكل مستعجل قبل حلول كارثة محتملة بفعل الكميات القياسية من الثلوج التي تساقطت على المنطقة. وبحسب مصادر محلية فسمك الثلوج فاق 1.5 متر بدوار تيدلي ومحيطه، مضيفة أنه مرشح للارتفاع بسبب استمرار تساقطها لليوم الثاني على التوالي. وأفادت المصادر ذاتها أن المسالك الطرقية من وإلى المنطقة مغلقة في وجه حركة السير، ما جعلها في عزلة شبه تامة. كما تسبب الكميات الكبيرة من الثلوج في وقف الحركة على مستوى الجماعة حتى إشعار. ولم تجد كثير من الأسر سبيلا إلى مغادرة منازلها التي أقفلت الثلوج أبوابها، ومنها ما يهدد وفق المصادر ذاتها القاطنين بها بانهيارات محتمل في أي لحظة. ودعت الساكنة بالمنطقة السلطات على المستوى المركزي وعلى مستوى عمالة ورزازات إلى التدخل عبر الآليات المتاحة وبشكل مستعجل من أجل إزاحة الثلوج التي تحاصرها من كل جهة، وفتح الطرق، وكذا تمكين أسر كثيرة من مؤونة استهلاكية تقيها شر الجوع في ظروف لا تسمح بمغادرة المنازل على حد تعبير ساكنة المنطقة.